ثواني ما تروحش في حته. ده اسمه كوز العسل. ده كل اللي انا قلته في الفيديو اللي فات، وقابلت كميه انتقادات كتير جدا لمجرد ان انا اختلط على الامر ما بين كوز العسل وما بين الشمام العراقي او الشهد العراقي. والفرق ما بينهم هي التقليمه دي. كوز العسل ما فيهوش الخطوط الخضراء دي. ومن كومنتاتكم الجميله انا لقيت لي اكتر من اسم لحد دلوقتي اللي انا خدت منها سكرين شوت وهنزلها معايا. وكل فتره لما الاقي تعليق جميل هاخده معايا سكرين شوت وانزله معايا في الفيديو اللي بعد كده. والمشروب ده اتطلب مني بالاسم، وهنزل اسم صاحبته معايا النهارده، محب عبد الرحمن وولاء خليفه، والاثنين طلبوا مني ان انا اعمل لهم عصير زبادو من الكنتالوب العراقي. مش بس كده، انا اخترت كمان كومنتات قالوا رايهم بكل ادب وبكل احترام وكل الشكر ليهم. اللي قالك ان هو اسمه الشهد العراقي، واللي قالك ان هو الشمام العراقي، وفي اللي قال لي اسم منجاوي. الاستاذ احمد بقى جمع كل الاسماء كلها في كومنت واحد. ومتشكرين لكل الكومنتات الجميله اللي انا شفتها دي. انا كان ليا حق الرد ورديت، مش عيب ان احنا نغلط، المهم ما نستمرش على الغلط. نبدا الشغل بتاعنا بقى. جمال سابت لي كومنت بتقول لي عايز تعرف ازاي الثمره المسكره. انا هقول لك ازاي. اولا يا جماعه نختار الثمره المتوسطه، الكبيره لا. اول حاجه يكون الخطوط بتاعتها الخضراء تكون واضحه قصادك كده زي ما انت شايفاها. اللون الثمره كلها يكون لونه اورنج، ما يكونش لونه مخضر. تكون خشنه من بره. الناعمه ملناش دعوه بيها، هيطلع طعمها ماسخ وزي الخيار. الثمره يا دوبك هتكون قد كف ايديك بالظبط. ولو لقيتي فيها اي جزء طري من اي جنب ما تاخدهاش خالص. دي الطريقه اللي انا بنقي بيها الكنتالوب العراقي او الشهد العراقي او كوز العسل او الشهد زي ما انتوا عايزين تسموه، وبيطلع زي العسل زي ما انتوا شايفين كده. هنعمل النهارده بقى احلى شويه زبادو من الكنتالوب العراقي دون. اول حاجه انا هصفي كل البذر اللي موجود جوه. في ناس بتحب تضرب البذر ده في الخلاط، بس انا بخاف منه عشان ما يمررش. هنقشره بقى باي طريقه تعجبك، اهم حاجه ما نخليش فيه الجزء اللي هو الاخضر دون. في جزء اخضر كده تحت القشره هنحاول برضو احنا نتخلص منه، لان ده ممكن يكون بيدي طعم مع بعض الناس اللي هو طعم الخيار. مع ان كل فاكهه فيها وفيها، يعني ممكن اشتري بطيخ المفروض انه مسكر، ممكن اشتري بطيخه وتطلع معايا مسخه. اهم حاجه اختيار الثمره الصح. هنقطع الكنتالوبايه بتاعتنا او الشهد او الشمام العراقي زي ما احنا عايزين نقوله بقى، مكعبات زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انتوا عارفين زي اي حد مصري اصيل وهو بيقطع الفاكهه لازم ياكل نصها، والله طعمها مسكر جدا. حد يقول على دي خيار برضه. انا الكميه اللي معايا دي حوالي 2 كيلو. هقطعهم كلهم مكعبات بالمنظر دون. وهجيب كمان علبه زبادي، كنت عايز اجيب بلدي بس ما لقيتش. وهحطهم في الفريزر لمده ساعه لحد ما يجمدوا ونرجع بيهم كده. ويا سلام لو كان عندي كمان شويه عسل نعلي بيهم القيمه الغذائيه بتاعه المشروب بتاعنا، بس انا للاسف ما لقيتش عندي. تعالوا بقى نجيب خلاطنا التعبان الشقيان. معرفش ايه التعبان الشقيان دي، انا بسمعها في كل فيديو فقلت اقول زيهم يمكن الفيديو ينجح. هننزل بنص الكميه اللي معانا، ولو الخلاط بتاعك ساعته كبيره ممكن تحط الكميه كلها. بعد كده هنزل عليه بمعلقتين من السكر، عشان انا زودت علبه زبادي والكنتالوب مسكر، فانا ما بحبش حاجه مسكره قوي. ونزلت كمان عليهم بنص لتر من الحليب، وعشان خاطر اعزز القيمه الغذائيه وازود كمان كثافه المشروب بتاعي حطيت عليهم صباعين من الموز. الموز جميل وفيه نسبه بوتاسيوم عاليه جدا. بص بقى لون المشروب الجميل بتاعنا، وبعد ما حطينا صباعين موز بص الكثافه بتاعته عملت ازاي. واللي بيحب المشروب اتقل من كده ممكن يقلل نسبه اللبن او ممكن يزود صباع موز. هنجيب الكاس بتاعنا او ممكن الكوبايه